أنا كيضحّكني غير بنت ديالها، فؤادو غادي يفرقعهم، الفؤاد ديالو غيفرقعهم وما لاقي جهد. هذاك النظام راه ما عمرو غيتغيّر، هذاك النظام ما عمرو غيتغيّر. شوفوا الفقصة اللي مفقوس، خليكم معنا الخوت تشوفوا هاد الفقصة هادي، الله يحسن عوانو بصراحة. هو باغي التغيير ولكن التغيير ما كاينش مع هاد القوم هادو. نبكي الدم كي نشوف مقطع مثل هذا، نبكي الدم. هذه لم تحدث في تاريخ الجزائر، لم تحدث في تاريخ الجزائر. انا تمنيت، سعيد بن زدير، تمنيت انني نموت، اقسم بالله العظيم تمنيت انني نموت وما نسمعش الكلام هذا. تمنيت انني نموت وما نسمعش الكلام هذا. اسمعوا الكلام هذا، تسمعوا معايا تبكوا الدم. اسمعوا. تمنيت نموت، تمنيت نموت وما نسمعش الكلام هذا. اسمع. شروط المغرب للصلح: وقف دعم البوليساريو و17 شرط آخر. أولا، على الجزائر أن تعترف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية المغربية دون أي تحفظ وفورا. اثنين، على الجزائر أن تفكك مخيمات تندوف دون قيد أو شرط. ثلاثة، على الجزائر أن تسلم سلاح الميليشيات الخاص بالبوليساريو للمغرب. أربعة، على الجزائر أن تسلم مجرم الحرب من البوليساريو للمحاكمة في المغرب. خمسة، على الجزائر أن تعتذر عن عدوانها ضد المغرب طيلة نصف قرن، وأن تعوض المغرب عن كل الخسائر التي تسببت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ستة، على الجزائر أن تعيد ممتلكات المغاربة المطرودين والمهجرين قسريا سنة 1975 فيما سمي بالمسيرة الكحلة، وذلك بسبب المسيرة الخضراء التي لم يكن لهم ذنبا فيها. سبعة، على الجزائر أن تعوض هؤلاء الضحايا وأبنائهم وأحفادهم عن تلك الجريمة والتي تعد من جرائم الحرب وفقا لاتفاقية جنيف. 8، على الجزائر أن تعيد الأراضي المقتطعة من المغرب وآخرها واحة العرجة بفكيك وتعوض عن الخسائر المترتبة عن هذه الجريمة. 9، على الجزائر أن تعوض كل ضحايا الاغتيالات غدرا برصاص الجيش الجزائري على الحدود، وهم يعدون بالمئات، وآخرهم الشبان الثلاثة بشاطئ السعيدية وسائق الشاحنات بجمهورية مالي. 10، على الجزائر أن تعوض المغرب عن 53 سنة من عرقلة استغلال منجم غار جبيلات، وأن تعيد الحدود إلى وضعها قبل اتفاقية 1972 التي خرقتها الجزائر. 11، على الجزائر أن تعوض المغرب عن ضحايا حادثة أطلس إسني وما ترتب عنها من خسائر في السياحة. 12، على الجزائر أن تعوض المستثمرين المغاربة في الجزائر والذين تضررت مصالحهم بسبب قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف الجزائر بشكل أحادي، وبسبب قرارات وزارية موثقة تمنع التعامل مع الشركات والمقاولات والبنوك ومكاتب الدراسات المغربية. 13، على الجزائر أن تعوض الشركات المغربية عموما وكل المتضررين في المناطق الحدودية على الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها الجزائر بإغلاق الحدود من جانب أحادي. 14، على الجزائر أن تعوض المغرب عن الخسائر المترتبة عن قطع أنبوب الغاز نحو أوروبا بشكل أحادي وكل الإجراءات التعسفية المماثلة. وإن كنا الآن هناك خط آخر لو خط النيجر، نشر دولة أفريقية، المغرب ثم إسبانيا، ولكن بالتأكيد لابد أن تعوض عن الخسائر المترتبة على الفرصة الضائعة. 15، على الجزائر أن تعوض المغرب عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا المترتبة عن عرقلة وتجميد اتفاقية اتحاد المغرب العربي. 16، على الجزائر أن تعوض سكان مدينة فكيك من حرمانهم من استغلال واحاتهم خلف الحدود مثلما كانت تنص عليه كل الاتفاقيات المشتركة منذ استقلال الجزائر، ونصت عليها كل الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى منذ سنة 1902. 17، على الجزائر أن تعوض المغرب ماديا ومعنويا عن السب والقذف والطعن في الأعراض والشرف وتشويه سمعة الدولة من طرف الوزراء والمسؤولين الجزائريين ومن طرف الإعلام الجزائري الرسمي، مع الاحتفاظ بحق المتابعة في حق الجهات غير الرسمية. 18 والأخير، على الجزائر أن تقدم ضمانات دولية ملموسة وموثوقة وموثقة بعدم تكرار جرائمها في حق المغرب والمغاربة. شروط المغرب. يا الجزائر، يا ابو مدين في ذيك الرقده، وراك يا ابو مدين، وراك يا ابو مدين في ذيك الرقده يا ابو مدين، رحمك الله برحمته الواسعه. يا ابو مدين الله يرحمك. وصلنا في 2025 وإن نسمعوا النظام المغربي يحذر لاشتراط 18 شرط مقابل حوار فرضه ترامب على تبون ولم يفرضه على الجزائر. فرضه على تبون وعطاف ولم يفرضه على الجزائر، لأن يعني الجزائريين الأحرار الشرفاء لا يخضعون ولا يركعون ولا يخنعون ولا يطبقون أوامر لا ترامب ولا الرئيس الألماني اللي قال لها دوري دارت ولا أي مسؤول مهما كان. الجزائر اللي تربينا عليها لا تركع إلا الله سبحانه وتعالى، ما يديروا قدر إلا لمن يحترمهم ويقدرهم. الرئيس الألماني قال لها دوري دارت،
سعد بوعقبة ابن العائلة الثورية عميد الصحفيين قال كلمة عاش مرمي في السجن وهو المريض بالقلب وهو صاحب أكثر من 80 سنة مسكين، وما قدمه للجزائر شرف الجزائر. كان المرافق الخاص لحسن هيكل، وما أدراك ما حسن هيكل. سعد بوعقبة يقضي ليلته في سجن القليعة، بينما صنصال الذي قال عنه الرئيس تبون مجهول النسب وليد كذا وكذا، بعد تدخل الرئيس الألماني أصبح يتنعم في باريس ويقابل الرئيس الفرنسي وبعده كثير من الرؤساء وممكن زعماء العالم. سعد بوعقبة مرمي في السجن. وقتاش هذه؟ خلال فترة حكم تبون ومن معه للأسف الشديد في جزائر 2025، الجزائر المنتصرة أو الجزائر الجديدة أو جزائر حك تربح، جزائر الإقلاع الاقتصادي، جزائر البحبوحة المالية، جزائر رفع قيمة الدينار، الجزائر التي بلغ فيها سعر الدينار الواحد 100 دولار، الجزائر التي وصل فيها سعر الدينار الجزائري الواحد 100 دولار. هذا ليس كلام سعيد بن زديرة، هذا كلام رئيس تبون. ولا لا ولا غلط؟ رئيس تبون يا أخي ولا لا؟ ورا رئيس تبون. ها قيمة الدينار تاعي مثلا لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير 140 دولار، نوصلوا أنا باش يدير 100 دولار. فهمت؟ يعني تصبح القيمة حتى بالنسبة للاستيراد قيمة تاع الدينار ترتفع، يصبح الاستيراد ما يأثرلكش كثير على القدرة الشرائية. هذا هو رئيس الجمهورية الذي لا يعرف سعر الدينار. هذا هو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي لا يعرف سعر الدينار. هذا هو الرئيس الذي يدير مديرية إعلام في رئاسة الجمهورية تسمى زريبة الإعلام، لا تستطيع إدارة حصة ينشطها رئيس الجمهورية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، أو مثل ما يسميها بن زديرة زريبة الإعلام، التي فشلت فشلا ذريعا في إدارة حصة مسجلة يا عباد ربي، مسجلة مش مباشرة. زريبة الإعلام الكوري تاع الإعلام في رئاسة الجمهورية، في الكوري تاع رئاسة الجمهورية، ما قدرش يسير حصة يا دين اسمها حصة مسجلة، ما قدرش يتحكم فيها. تحوس يتحكم في بلاد حصة مسجلة. أنا الآن من حقي أطرح سؤال مثل ما طرحته في الفيسبوك: إذا كان هذه الحصة المسجلة مرت بهذه الطريقة، هناك احتمالين اثنين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن زريبة الإعلام تعمدت تمرير هذه الحصة حتى تحرج وتفضح وتكشف المستوى الرديء لرئيس الجمهورية، المستوى الفاشل، المستوى الساقط لرئيس الجمهورية الذي لا يعرف قيمة الدينار الجزائري، وبالتالي هو لا يستحق أن يكون رئيس لدولة اسمها الجزائر. أو ما فقوش ومر هذا المقطع بدون مراقبة وبدون مونتاج، وهذا فشل ذريع في إدارة مديرية الإعلام، في إدارة خلية التركيب. سيلو المونتاج عندهم ما كانش لا رئيس تحرير، لا محرر، لا مدقق، لا مراقب، لا ما كان والو. حصة مسجلة، الرئيس يعملها جدول ديال حلو بالحلو، يقول لك سعر الدينار رايحين حابين نوصلوه ل 100 دولار، راهم 140 دولار، نحب نوصلوه ل 100 دولار، وتفوت عادي جدا وواحد ما يتكلم وواحد ما يراقب. كارثة، كارثة، كارثة. اليوم نسمع أخبار أنه سعر الدينار الجزائري أو بالأحرى سعر الأورو وصل وفات حتى 280 دينار. كارثة. سعر الأورو الواحد يفوت 28,000 سنتيم. كارثة. يعني قبل نهاية السنة ممكن يوصل 30. السؤال المطروح الآن: لماذا؟ لماذا؟ الجواب بكل صراحة أن الشعب الجزائري الآن أصبح لا يثق في السلطة، لا يثق في الدولة. الآن اللي عنده 4 دورو بالدينار الجزائري يحولها لسببين. السبب الأول هو الاستعداد للهروب، الشعب الجزائري كله يهرب.
اللي عنده شويه دراهم راهو هرب، اللي ما قدرش يهرب لاوروبا لانه الفيزا صعيبه راهو يهرب لتركيا او لدبي. نعم، الان الاف الجزائريين يهربوا باتجاه تركيا اسطنبول، وراهم يعيشوا ثم لانه السكنات في روحها شقه في اسطنبول ارخص من الجزائر. باش تشري شقه ابارتمون في اسطنبول 2 ملاير 2 ملاير ونص، تشري ابارتمون روعه. تشري ابارتمون ب2 ملاير ولا 2 ملاير ونص في اسطنبول بري روعه وتروح تسكن ثم. في الجزائر مستحيل تشري ابارتمون ب2 ملاير الا اذا شريتها في الجلفه ولا في قرديه ولا في القواط ولا في تيرد. اما في الجزائر العاصمه وضواحي الجزائر العاصمه مستحيل تلقى شقه ب2 ملاير، مستحيل. برج الكيفان اللي راهم سكنات بمطبع وتلقى غرفه، نقرا في الاعلانات غرفه وصاله تلقاها يقول لك 900 مليار كذا وبمطبع تاع بالخف بني وطلع. اما سكنات مليحه اللي تقريبا تشبه سكنات اسطنبول مستحيل تلقاها اقل من 5 ملاير. يعني الشقه اللي 5 ملاير في الجزائر تلقاها في اسطنبول 2 ملاير ونص. اذا الناس راهي تهرب. اللي يقدر يروح لدبي يروح لدبي او قطر او اي دوله او سلطنه عمان. الان اتصل بي واحد صديق من سلطنه عمان قال لي بزديره الان قال لي شوارع اسمها مسقط عاصمه عمان، قال لي على الاقل قال لي كي تمر قال لي على الاقل تلقى 20 جزائري في قهوه. قال لي القهاوي معمرين بالجزائريين. انا بكري كنت في سلطنه عمان تلقى اطارات نتاع سوناتراك قلت سوناتراك بترول يخدموا في نفط عمان. بكري تلقى اطارات، هذا مهندس هذا كذا قليل. يعني عدد الجزائريين يتعدوا على الاصابع. انا كي كنت في سلطنه عمان الجزائريين كي نروحوا نحتفلوا مثلا اول نوفمبر او نحتفلوا 5 جويلية ويستدعينا السفير الجزائري نروحوا باش نديروا حفل، نعرفوا بعضنا كامل معروفين. بالمناسبه نسلم على عبد الحق ونسلم على جمال وكمال وجماعه معروفين. هذا مهندس، هذا استاذ، هذا طبيب في المستشفى الجامعي خاصه جماعه غرتايه بني مزاب، معروفين يتعدوا على الاصابع. الان قال لي كل قهوه تلقى على الاقل 20 جزائري في قهوه. معناتها الان راهم بالالاف يهربوا لسلطنه عمان، للامارات، لقطر، لاسطنبول. واللي يقدر لاوروبا بطريقه قانونيه يقدر، اللي ما يقدرش الحراقه راكم تشوفوا البواخر الفلايك هذا هو السريع يوميا 20 30 فلوك راهم الناس تهرب. الناس راهي تهرب. واحد ما اصبح يثيق في منظومه الحكم في الجزائر. الناس راهي تهرب. هذا هو سبب ارتفاع الاورو. اللي عنده 4 دورو يقول لك ما عنديش ضمان نشتريهم اورو ونخبيهم او نشتريهم اورو ونهربهم خرج من الخارج. الناس راهي تهرب في دراهمها او راهي تخبي في دراهمها لانه التضخم اللي راهو موجود لم تشهده الجزائر منذ قيام الدوله ايام الامير عبد القادر. كاش انهيار في سعر الدينار يعكس انهيار منظومه الحكم، يعكس فشل منظومه الحكم، يعكس كذب منظومه الحكم التي تعد ولا تفي بوعودها. حكومه كذابه. عندما اقول حكومه لا اتكلم على سيفي غريب هذا يلي عنده شهرين وممكن بعد يمات ينحوه، لا اتكلم على المنظومه، على سياسه تبون. سلطه تبون سلطه كذابه تكذب اكثر من يتنفس. هاو الدليل سي. وما قلتش انا، هو يقولها جماعه وراهم قلاع اقتصادي. هم يقولوا جماعه بوصبع على الازرق. رئيس تبون قال لك الجزائر ستشهد خلال السنه المقبله انطلاقه جديده وحقيقيه. وقتاش هذه 2026. اوكي. يقول له غضيضيب وش يقول له؟ الجزائر الجديده صار لها مثل الخطوط الجويه الجزائريه عمرها ما قلعت في الوقت. عنده الحق غضيضيب، والله غضيضيب الحركي مرات يجيبها سوسوه. قال لك في سنه 2021 قالنا تبون العام الجاي 22 سنه الاقلاع الاقتصادي. يا سيدي بعد كده جانا في 23 رئيس الوزراء نتاعو ايمن عبد الرحمن قال لك باللي سنه 2023 سنه الاقلاع الاقتصادي. ومن بعد جا تبون موراه قال لك لا 24 اقلاع اقتصادي. ومن بعد جا موراه وزير الماليه في الحكومه السابقه تاع 2024 قال لهم 25 اقلاع اقتصادي. ودرك تبون قال لك لا 26 اقلاع اقتصادي. يعني دوكا فهمونا الاقلاع الاقتصادي يا سي تبون وقتاش نقلعوا. كما قال غضيضيب الحركي قال لك وعود تبون مثل الخطوط الجويه الجزائريه. عمرك الطياره تاع الخطوط الجويه الجزائريه تلقاها في الوقت. الا قال لك الطائره تقلع الوحده دير حسابك الوحده ونص الزوج ونص 3 تقلع. مستحيل الوحده. هذه حقيقه. من 1990 انا قبل من 1984 من 1984 وانا نحكم الخطوط الجويه الجزائريه. اول رحله قمت بها للخارج كنت صغير جابونا لفرنسا في 84. من 1984 قالوا لنا تركبوا على 10 قعدنا حتى للزوج تاع الشيء باش ركبنا. يعني مثلا نسيت، ولكن نتذكر ركبت في الخطوط الجويه الداخليه والخارجيه عمرها ما تقلع في الوقت. نفس الشيء بالنسبه للاقلاع الاقتصادي تاع تبون. رانا رايحين نقلعوا في 22، لا رايحين نقلعوا في 23، لا رايحين نقلعوا في 24، لا رايحين نقلعوا في 25، لا 26 نقلعوا. والعام الجاي تبون يقول لك نقلعوا 27. قبل ايام تتذكروا تبون قبل نهايه السنه 2025
طريق السكك الحديديه تاع بشار تندوفي خلاص. انا قلت لكم الا كان دشنوه ومشى التران كما قال تبون نحفف شلاغمي، اقسم بالله نحفف شلاغمي ويعاودوا ينبتوا في السمانه، يعاودوا ينبتوا ما يتقلعش. تبون قال لكم في جونفي 26 نصدروا الحديد من خارج بلاد. الى صدرنا جونفي 26 نحفف اللحيه، نولي لا شلاغ ولا لحيه. هاي وعود كاذبه يكذبوا علينا. المشكل انهم يكذبوا وقبلنا بهم. تزيدوا ثاني تحقروا تسجنوا الناس وتمرمدوهم. سعد بوعقبه دخلوا الحبس. سمى هذه القصه تاع سعد بوعقبه وكذا باش ينسيوا الشعب في قضيه القيلوله ابتسام حملاوي اللي شاد عليكم ملفات قذره. ابتسام حملاوي شاد عليكم دي فلاش ديسك مصوره كبار المسؤولين مصورتهم وشاد عليهم ذله بما فيهم كما سيدي السعيد اللي شاد عليه هارد ديسك مش فلاش ديسك، ديسك دور. كما سيدي السعيد نقول له الفلاش ديسك والديسك دور تاع ابتسام حملاوي راهو عندي كوبي منه، ما طلعش روحك. ما تملكه ابتسام حملاوي من اسرار عليكم راهو عندي نسخه منه. الى تسكتوا ابتسام حملاوي في الجزائر سعيد بن زديره سيتكلم في الوقت المناسب. وكاين ناس اخرين في رئاسه الجمهوريه نقول لهم باللي اذا تتذكروا واحده اسمها ايمان راهي في السجن. ايمان راهي في السجن، المعسكريه اللي راهي في السجن. قبل ايام شدوا زوجها اللي هو رئيس المحكمه الاداريه في معسكر، شدوه في المديه، راهو في السجن في المديه. هذه ايمان مع زوجها رئيس المحكمه الاداريه القاضي عبد النور اللي راهو في السجن. الملفات نتاع ايمان والقاضي زوجها كلها راهي موجوده هنا. رئاسه الجمهوريه من ديوان رئاسه الجمهوريه الى السكرتاريه الى المستشار المكلف بالشؤون الامنيه الى المستشار المكلف بالشؤون الاقتصاديه، كل للاسف الشديد هذه رساله اعطوها لمن يهمه الامر، من بوعلام لعدتو بومدين الى عميروش ونزل قول لهم ايمان تاع غليزه المعسكريه اللي متزوجه مع رئيس المحكمه الاداريه اللي راهو في السجن تاع المديه. للاسف الشديد الفلاش ديسك تاعها او الهارد ديسك تاعها راهو موجود، هو والهارد ديسك تاع ابتسام حملاوي. حبيتوا تسكتوا الشعب الجزائري بقضيه سعد بوعقبه، تنسوه في ناصر الجن وتنسوه في ابتسام حملاوي وتنسوه في ايمان اللي راهي في السجن وراجلها رئيس المحكمه اللي راهي في السجن، وهذا الفضائح وهذا الفساد. الله يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، هذا ربي سبحانه. لكن كاين جهه اخرى ثاني تمهل ولا تهمل. كاين جهه اخرى تمهل ولا تهمل، وسأعود هذه المواضيع في الوقت المناسب. حق عبد الرزاق الشريف ما يروحش خساره، حق السعيد باي ما يروحش خساره، حق ناصر الجن ما يروحش خساره، وحق سعد بوعقبه ما يروحش خساره، وحق عشرات بل مئات المساجين اللي ضحيتوا بهم وعصرتهم كحبة القارص ورميتهم في السجون ما يروحش خساره. ونهايتكم ستكون نهايه مأساويه اصعب بل اقذر بكثير من نهايه العصابه القديمه. انا الشيء اللي مخوفني اكثر انه نهايتكم راح تكون تشبه كثيرا نهايه تشاوسيسكو رومانيا. ادوها من عندي، نهايتكم ستكون أسوأ بكثير. نهايتكم ستكون أسوأ بكثير لأنكم تماديتم في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. تماديتم في الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة.